شنو هي حكايه الفيل هذه اللي توفات في البلفيدير؟ اليوم هذا هو موضوعنا. يدعم يمكن فما عباس تخلك باللي عباد قاعده خويا تتوكل وقاعد يصير فيها الخايب وانت تحكي لها على فيل. لازمنا نحكيوه خاطر هي كائن حي، لازم نعملوا الخير في العباد وفي الحيوانات، نعملوا فيهم الزوز الخير. دونك اليوم صار باش نمشي نحكيو ونشوفوا كيفاش توفات، قداش عندها كانت عايشه في تونس، شنو هي الرياكسيون نتاع المربي نتاعها في هذه، وكيف كيف باش نسمعوا احد المسؤولين باش يوضح شنو صار بالضبط. المهم كمل الفيديو للاخر كنت ريسيب الموضوع هذا، ويلا بينا نمشيو مع اول ارتيكل من ارابيسك. بعد 3 سنين من قدوم الفيلة هذه تتوفى. الفيلة هذه عطاها رجل أعمال محمد عطية في ماء 2023 للبلفيدير ضمن مبادرة لدعم الحديقة وتعزيز رصيدها من الحيوانات. الموت نتاع الفيلة هذه الحقيقة انتشر ياسر في السوشيال ميديا، وهذه حاجة باهية على الآخر خاطر العباد كيف تهتم بحياة الإنسان لازم زاد تهتم بحياة الحيوانات، وهذا واجب علينا. هذه من تربيتنا وأخلاقنا وديننا ومن عاداتنا، لازمنا الحيوانات نعملوا فيهم الخير خاطرهم ما ينجموش يعبروا. يعني كسرت لهم مصيب ما ينجموش يعبروا. هل صار اخلال او لا؟ ما فماش حاجه واضحه، فهمتي؟ فماش حاجه تقول لك والله صار اخلال من طرف درشكون، فهمتي؟ على خاطر ما عطاش مثلا ماكله ما تلاوش بصحتها. لكن اللوجيك نتاعك نشوف اللي الفيل نورمالمون نجم يوصل يعيش ما بين 60 و 70 سنه، وهي تتوفى عمرها ما عرفش 30 سنه وزيد عليه توفات كم بعد ما جات لتونس ب3 سنين. جات عام 2023 تولا فرحنا بها، تولا ريت هنا ما عادش نحب نمشي اصلا بالفيدير ولا اي حديقه حيوانات خاطر بصراحه ريت لي زو اللي في عندنا في تونس هما الرازي نتاع الحيوانات. صدق قبل انا صغير مشيت في بال باش نمشي تشوف وقتها اسد، وعرفت وكل كنت مغروم اقسم بالله حطمولي طفولتي وقت وكل مغروم بسيمبا. عرفت نتفرج على فيلم سيمبا وشيخ وكيفاش السيد الوهره كيفاش يحكم وكيفاش ملك الغابه. مشيت الغابه نلقاه توصل حديقة الحيوانات نلقاه معوق. شوف انت الفرق معي، اقسم بالله جلت على عظم مسكين ما يقول اسمعني والله كثر الهم يضحك اقسم بالله. والله وقتها كليتها سيفة شوك هي اقسم بالله اللي بعد اللي قبلها سيرتو وقت انا صغير حطمت وقتها بالرسمي روحت بغصتي لهنا اقسم بالله. المهم دونك انا بصراحه مخي ديريكت مشى للتقصير نتاع المسؤولين. مانيش باش نكذب عليكم، مانيش باش نبدا نقول لكم كلام عكس هذا، فهمتني؟ هذاك اللي في مخي مانيش باش نخبيه معايا. تو باش نمشي ونشوف الرياكسيون التعيسه نتاع مروض الفيله بيبي. هذه الفيله اسمها بيبي على فكره، وكيفاش تاثر بعد ما سمع اللي هي توفات. يلا بينا نشوفوا مع بعض. ما نعرفش كيفاش ماتت، ما نعرفش كيفاش المفيد معي ريت التصاور بتاعها وكل شيء. ما نعرفش الكريدة هي الاخر هتلهو بيها ولا فرج صراحة كراها كيكا حطينا نحسي معاملة لا إنسانية. تقول لي زاد في شنو باش يزوم ما نعرفش، أما كرا المشهد ذا خويا نحسي معاملة لا إنسانية. نحكيو سيريو قبل ما اللي نحكيو الساعة شنو قال أحد المسؤولين. نحكي معاكم سيريو، فكرة الزو حديقة الحيوانات في تونس لازم نلغيوه صراحة. اللي راه تعذيب كبير برشا للحيوانات، تعذيب خويا، وما معناش تكون بالرسمي ياك الانسان اللي يتلهى بالحيوانات ولا يعطي من وقته 100%. الحقيقه كي نشوف وضع الحيوانات في بالفيدير كيفاش ولا في بلايص اخرين ولا لا صاحبي خليهم عايشين في الادغال نتاعهم تاع افريقيا وربي معاهم، ما غير لا نضروهم، ما غير ما نعفسوا فيهم، ما غير ما نحطموهم. عادكم حطمه نفسانيين هذه خاطر ريت الفيله راهم حساسه اكثر من البشر. ياسر تقصير انا نراه هكا، لكن باش نعطي حق الرد بالطبيعه وباش نسمعوا شنو قالوا على حكايه الفيله بيبي. مدير الصحه والمحيط ببلديه بن عروس عمر النيفر نفى اللي صار تقصير من طرف طاقم الطب البيطري في حديقة الحيوانات بالفيدير، وقال لك راهي معناتها صحة الفيلة بيبي تعكرت صباح ولد أمس. سبحان الله تم العثور عليها في الغرفة المخصصة لها على غير العادة ليقوم فريق الطب البيطري بتقديم الإسعافات، إلا أنها في الآخر معناتها توفات. وقال لك راهي الفيلة كانت تحت رعاية مستمرة تحت إشراف طاقم طبي بيطري يشرف على نظامها الغذائي الكامل، كيف ما خلوها ناقصة حد شيء. أنا صراحة كي نسمع اللي الفيل راهو ينجم يعيش 60-70 سنة، الفيلة هذه توفات معناتها في 30 سنة كيكا، وزيد عندها 3 سنين بركة من اللي جات لتونس صار فيها هكا. نشك في الكلام هذا صراحة، نحكي لكم أنا مانيش نكذب فيه ولا حاجة، ما نشك
مانيش نرى فيها معناتها ذي خدمه صحيحه، الله اعلم يمكن هو السيد ذا اللي حكى عطاو فيرسيون غلط، مانيش نرى في حاجه خدمه خويا مبذوله. نرى ان الفيل هكا ورا الاسد درشبي ورا هذا حاسيلو يودي اقسم بالله تخلش عليك بلاصه مش نتاع تفرهد الصغار باش تحطم بيها طفوله الصغار هذوك. نلغيو فكره حديقه الحيوانات، خليهم خويا يرتوا على ارواح في ادغال افريقي، مانيش نتاع تربيه حيوانات ومانيش نتاع شيء هذا. كي نشوفوا عباد كفاءات وبضمير يخدموا وكل خويا توفر فيهم الشروط هذيك، وقت نعاودوا نضرب في موضوع بناء معناتها وتشييد حديقه حيوانات، خاطر هيك الحقيقه الم اللي راه فيه الم اقل حاجه نجم نقول. انا نسخف كي نسمع عباد توفات وكل، اما نسخف اكثر كي نشوف حيوانات توفات. علاش يزيد؟ خاطر الحيوانات ما ينجموش يعبروا، الحيوانات ما ينجموش يوصلوا ميساج، الحيوانات يصير فيهم اللي يصير وما ينجموش ينطقوا، تغزر العينين داخله في ديبرسيون حاد، وانت تدخل لي لا اله الا الله. يسامح ما خويا اختارنا من الموضوع هذايا. اسمعني نحيو وفسخوا عليه خويا، برا مشيو عملوا تربيه ماشيه في بلاصه بالفيدير خويا، حطوا العلاج تسرح غاديك ميسارش تو الصغار نوريهم العلاج كيفاش ياكلوا درشنيه، وهذاك هو صاحبي تاعنا. مانيش نتاع حيوانات كبار ومانيش نتاع حديقه حيوانات وعباد خويا تخدم غاديك واطار طبي وطاقم خويا يتلهى بصحتهم ولا بغذائهم وعباد لاهي. مانيش نتاع الريق هذاك، خلينا نستعرفوا فهمتي قبل ما يفوت قبل ما تموت حيوانات اخرين. رجعوا خويا السيود والواحد والفيل كما ما عادش عندنا احنا، ما يظهر لي كان عندنا فيل. رجعوا خويا الحيوانات هذوما للافريق، خليهم يعيشوا على رواحهم خويا، يكونوا في الادغال فرحانين شاخين خويا. السد ياكل كيف ما يحب ويكانس فريسته ويلوج يتصرف كيفاش يجيب عشاء. الفيل كيف جيت تحط وانت في قفص والله هو اعلم شنو يصير مع اسكو بالرسمي قاعدين ياكلوا فيهم، قاعدين بالرسمي يتلاهوا فيهم ولا يقبضوا في الشارع وبر. خليهم خويا رجعوا من جا والسماح فيه، انا كتونسي مسامح فيه خويا، سماح في بالفيدار هذايا وغيره من حدائق الحيوانات خويا، خير ما اللي نسمع كوارث كما هك. المهم هكا عطيتكم شنو اللي صار وعطيتكم حق الرد، وعطيت انا روحي زاد حق الرد على حق الرد، خاطر صراحه اللي يصير هذايا مظلمه للحيوانات اللي انا واحد من الناس ما تحملهاش، خاطر كما تخيل في خطوستي انا لونا تصير حاجه كيما هكا دونك ما يساعدنيش فهمتي ولا. اعطيونا رايكم، هل تراوى الحكايه هذه تقصير او لا؟ وهل انت معايا وموافقني الراي باش نحيوها حديقه الحيوانات هذوما حتى اللي نلقاو حل؟ اصلا خليهم خويا يرتوا على رواحهم، ربي خلقهم للادغال، خليهم خويا للادغال نتاعهم جوك به. علاش تجيب في المعبوكه لروحك وتجيب في المشاكل لروحك هكا؟ حاسب اعطيونا رايكم بالموضوع هذا. بيس ندوفكم معاكم اخوكم ما زيداش تديك، نشوفكم ان شاء الله غدوه في زوز فيديوهات، وما تنساوش ضريبه اللايك. باي باي.